السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف السادس، أهلا وسهلا بكم. النهاردة الحين مع بعض محافظة الأقصر وأسوان يا شباب، من صفحة 324 و 325 و 326 و 327 كتاب الأضواء الغربي الصف السادس ترم التاني. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل المحافظات. ونقول بسم الله. السؤال الأول بيقول لك هنا صح، اختر الإجابة الصحيحة. فطرنا الله على الخير. فطرنا بمعنى خلقنا. يجب ألا نقلد العادات اللي بتخالف، هتقول له فطرة الله، فطرة الله. متى اندهش خالد؟ هتقول له عندما رأى مناظر بتخالف الفطرة التي فطرنا الله عليها. عندما رأى مناظر بتخالف الفطرة التي خلقنا الله عليها. طيب بيقول لك هنا في قرية مصرية، بيقول لك هنا مرادف الشغف اللي هو الحب الشديد والاهتمام. طيب مضاد استطاعت، تقول له عكسها عجزت. تميزت سارة بشغفها الكبير بفن الرسم، خطأ. ما المجالات اللي بأسهم مركز سارة التقني في تحسينها في القرية؟ تقول له مجالات التعليم والزراعة والرعاية الصحية. دي إجابة السؤال، يعني ممكن تكتبها هنا أو هي عندك في القطعة، يبقى مجالات التعليم والزراعة والرعاية الصحية. طيب هنا بيقول لك تنمي بمعنى تسري، ده عندك في القطعة هنا. طيب ايه كمان؟ اهي قال لك تسري اهي. طيب مضاد تخذلنا، هتقول له عكسها تساعدنا. طيب هنا يا بطل، ما فوائد الثقافة؟ هتقول له بتساعدنا على فهم أنفسنا وعلى التواصل مع الآخرين وفهم سلوكياتهم، وهي بتسرع عقولنا بالمعلومات اللي بتساعدنا في حل المشكلات. دي حلت صفحة 324. 325 مرادف المعدم عكسه الفقير. كلمتين على وزن المعاهد، هتقول له المعارف والمعارف. عندك هنا المعارف. كلمتين على نفس نهاية كلمة الهدى، تقول له الورى. ما الجمال في العلم زينة، هتقول له ده تعبير مجازي حيث شبه العلم بالزينة. ايه كمان؟ كلمة أمانة تعرب خبر. كلمة المصريين تعرب اسم إن. كلمة ينكر، هتقول له فعل، تعرب فعل مضارع مرفوع. استخرج فعل من الأفعال الخمسة، هتقول له تحافظه وعلامة إعرابه حذف النون. فعل مضارع هتقول له صحيح الآخر، هتقول له يجب. اسم نكرة هتقول له جاحد. اللي هنا بيقولك صوب الخطأ، لتطيع والديك لإرضاء ربك، هتقول له لتطيع والديك لإرضاء ربك. هنا بيقولك يسعى الناس إلى السعادة، بيقولك صوب الأخطاء، هتقول له يسعى تكتب بالياء وليست بالألف أهي. من يؤمن بهذا الشكل حبايبي. طيب ترى فاه فئة، هتقول له فئة الهمزة على النبرة زي 100 كده. دي صفحة 325 326 شباب، يلا بينا. محافظة أسوان. أسهمت التكنولوجيا في تقليل مدة العلاج. أسهمت بمعنى شاركت. بيقولك ما أهمية استخدام التكنولوجيا في مجال الطب؟ هتقول له أسهمت في تقليل مدة العلاج وتحسين النتائج، وساعدت على تقديم رعاية أفضل للمرضى وخاصة في المناطق النائية مع تقليل التكاليف. تمام اهي. ثبت الكاميرا عندك كده من المنتصف لحد ما تنقل إجابتك أو تتأكد منها. طيب الزم عليك بيه. مرونة عكسها تصلب. هنا بيقول لك بطل القصة استجاب لنصيحة والديه. وضح ذلك، تقول اصطحب صديقه للنادي لممارسة الرياضة. اصطحب صديقه للنادي لممارسة الرياضة. محب بمعنى شغوف. تخلو بمعنى تعج. دي صفحة 326 327. ماذا يوفر هذا الرباط وعلمه يحافظ؟ طب تعالى نشوف كده مع بعض بيوفر ايه. قالك بيوفر الوقت والجهد وبيحافظ على الموارد المتاحة. تمام. دي بقى دي اجابة السؤال رقم ج اهي. ميداد بمعنى حبر. مصر الجنة الكبرى، ده تعبير مجازي بيدل على شدة حب الشاعر لوطنه. البيت اللي بيعبر عن معنى سأسعى لرفعة وطني وحماية تقدمها، تقول سأبنيها وأرعاها وأعليها بذي ايه الكفي. هنا بيقول لك العلم اسم منصوب على نصبه الفتحة. التقدم مضاف إليه مجرور مجريه الكسرة. خبر حرف ناسخ، هتقول له أساس. نوع خبر مفرد. فعل مضارع مجزوم، هتقول له ترتقي. لن ينهض الوطن إلا بجهود أبنائه. كلمة ينهض فعل مضارع منصوب على نصبه الفتحة. سعى المجتمع لتقريب وجهات نظر أبنائه حول القضايا المختلفة وأهمها مشكلات البيئة. سعى بالياء. طيب نظر أبنائه هنا الهمزة على نبرة. البيئة تكتب بهذا الشكل الهمزة على نبرة. كده يا بطل نكون وصلنا نهاية الفيديو. حلينا مع بعض محافظة الأقصر ومحافظة أسوان. بالتوفيق والنجاح يا رب. ما تنساش اللايك حبايبي والاشتراك في القناة. مع السلامة.